عليكم حبايبي. النهاردة أنا عملت الطبق ده. الكمية ديت يا جماعة، لو بنروح نشتري فلافل بنشتري الكمية ديت تزيد عن 20 جنيه فعلا في المحلات جنب الفلافل. لو حبينا نجيبها بتزيد عن 20 جنيه. أنا طبعا بحباية بطاطس واحدة وحباية بتنجان واحدة وحبايتين طماطم. زي ما انتم شايفين، قرن شطة. تعالوا نشوف هنعمل ايه. الكمية دي والله اكتر من 20 جنيه في المحلات. طب علشان ايه؟ تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه. طبعا هي بطريقة المحلات اللي بره وجميلة جدا. ومش مكلفة. احنا هنشوح البطاطس، نحمرها في المادة الدهنية، ويفضل انها طبعا بتكون زيت. بنديلها التحميرة خفيفة كده، ونبدأ بعد كده نجمعها في جنب، في نفس الوعاية، في نفس الطاسة. ونحط جنب منها البتنجان برضو، نعمله برضو شرايح زي نفس شرايح البطاطس، مع القرنين الشطة. ونبدأ نديله تحميرة من ناحية برضو كده. البطاطس طبعا على ما تكمل تحميرها في الناحية ديت، هي استوت على ما تكمل تحميرها في الناحية دي، مش هحمرها كلها. يكون البتنجان روخر خد له تحميرة كويسة كده، والشطة خدت تحميرة اهوت من ناحية واحدة. نبدأ نقلبه اهوت، ونبدأ نجمع روخر في جنب كده مع البطاطس على ما الناحية التانية تتحمر بسيط خالص. طبعا البطاطس اتحمرت من ناحية، هتشوفوها دلوقتي اهي. نبدأ نبدأ بقى نفضي مكان في جنب ونحط الطماطم. دي طبعا اسمها طبخة البصل. طماطم مكعبات، ونحط معاها طبعا البتنجان والحاجات دي ما بتحبش التوم كتير يا جماعة، فأنا حاطة لها معلقة توم أخضر من عندي من الفريزر، بطلعاها. هي الحاجات بقى اللي زي دي. لو هتحط توم فريش من التاني الابيض الخفيف، حطي، يفضل هو فص واحد. نحط لها حبة كمون بكزبرة عندي مع بعض كده، والملح، واديله تقليبة خفيفة خالص. اللي مش هسيب الطماطم طبعا تستوي يا جماعة، هي بتاخد تشويحة خفيفة. كل ده في نفس الطاسة اهوت. بديلها تشويحة خفيفة كده واقلبها، واروح جاية اهوت. الطاسة طبعا سخنة جدا، فهي بتاخد تشويحة بسرعة. بروح مقلبة كله في بعضه، واسيبه لمدة بالظبط حوالي 7 دقايق مش اكتر، او اقل كمان. الاكلة دي يا جماعة ما تتسواش قوي، المطاعم ما بيسووهاش قوي. وميزتها في الطعم فعلا والريحة انها ما تتسواش قوي. نديلها حوالي 5 دقايق أو 6 دقايق بالكتير. مجرد ما نبخر بس العصارة بتاعتها، وإن شاء الله تعجبكم.